السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم جميعا في فيديو جديد. تخيل معي أنك تستيقظ كل يوم بطاقة متجددة، تشعر بالإنتاجية والسعادة وتحقق أهدافك بسهولة أكبر. هل يبدو هذا مستحيلا؟ الحقيقة أنه ليس كذلك على الإطلاق. اليوم سأشارككم 5 عادات بسيطة جدا، لكنها قادرة على إحداث تغيير جذري في حياتكم. وأؤكد لكم أن هذه العادات ليست معقدة أو صعبة التطبيق، بل هي في متناول الجميع. العادة الأولى: الاستيقاظ باكرا. لا أقصد هنا أن تقوم في 4 صباحا، لكن ببساطة حاول الاستيقاظ قبل موعدك المعتاد بساعة واحدة. هذه الساعة الإضافية ستمنحك وقتا للتأمل، التخطيط ليومك، وممارسة الرياضة البسيطة. الكثير من الناجحين يؤكدون أن بداية يومهم المبكرة هي سر إنجازاتهم. العادة الثانية: شرب الماء فور الاستيقاظ. بعد ساعات من النوم يحتاج جسمك للترطيب. كوب من الماء في الصباح ينشط جهازك الهضمي، يحسن الدورة الدموية ويمنحك شعورا بالنشاط. جرب أن تضيف قطرات من الليمون للحصول على فوائد إضافية. العادة الثالثة: التخطيط اليومي. خصص 5 دقائق فقط كل مساء لكتابة أهم 3 مهام تريد إنجازها في اليوم التالي. هذه العادة البسيطة ستمنحك تركيزا أفضل وإحساسا بالإنجاز. تخيل شعورك وأنت تشطب هذه المهام واحدة تلو الأخرى. العادة الأولى: الاستيقاظ باكرا. لا أقصد هنا أن تقوم في 4 صباحا، لكن ببساطة حاول الاستيقاظ قبل موعدك المعتاد بساعة واحدة. هذه الساعة الإضافية ستمنحك وقتا للتأمل، التخطيط ليومك، وممارسة الرياضة البسيطة. الكثير من الناجحين يؤكدون أن بداية يومهم المبكرة هي سر إنجازاتهم. الآن السؤال المهم: كيف نبدأ بتطبيق هذه العادات؟ أخبرني في التعليقات، أي من هذه العادات ستبدأ بتطبيقها غدا؟ وما هي العادات الإيجابية التي غيرت حياتك؟ اليوم سأشارككم 5 عادات بسيطة جدا، لكنها قادرة على إحداث تغيير جذري في حياتكم. وأؤكد لكم أن هذه العادات ليست معقدة أو صعبة التطبيق، بل هي في متناول الجميع. إذا أعجبك المحتوى لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. شاركوا الفيديو مع من تعتقدون أنه سيستفيد منه. نصيحتي هي: ابدأ بعادة واحدة فقط. العادة الثالثة: التخطيط اليومي. خصص 5 دقائق فقط كل مساء لكتابة أهم 3 مهام تريد إنجازها في اليوم التالي. هذه العادة البسيطة ستمنحك تركيزا أفضل وإحساسا بالإنجاز. تخيل شعورك وأنت تشطب هذه المهام واحدة تلو الأخرى. العادة الرابعة: التوقف عن تصفح الهاتف قبل النوم. أعلم أن هذه صعبة قليلا، لكن حاول أن تترك هاتفك جانبا قبل ساعة من موعد نومك. استبدل وقت الشاشة بالقراءة، التأمل أو الحديث مع العائلة. ستلاحظ تحسنا كبيرا في جودة نومك. العادة الخامسة: الامتنان اليومي قبل النوم. فكر في 3 أشياء جميلة حدثت معك خلال اليوم. قد تكون أشياء بسيطة: ابتسامة من شخص غريب، كوب قهوة لذيذ، أو إنجاز صغير في العمل. هذه العادة ستغير نظرتك للحياة تدريجيا. الآن السؤال المهم: كيف نبدأ بتطبيق هذه العادات؟ طبقها لمدة 28 يوما متواصلة حتى تصبح جزءا من روتينك اليومي. ثم انتقل للعادة التالية. لا تحاول تطبيق كل شيء دفعة واحدة حتى لا تشعر بالإرهاق. تذكر دائما: التغيير الحقيقي يأتي من الخطوات الصغيرة المستمرة وليس من القفزات الكبيرة المتقطعة. العادة الرابعة: التوقف عن تصفح الهاتف قبل النوم. أعلم أن هذه صعبة قليلا، لكن حاول أن تترك هاتفك جانبا قبل ساعة من موعد نومك. استبدل وقت الشاشة بالقراءة، التأمل أو الحديث مع العائلة. ستلاحظ تحسنا كبيرا في جودة نومك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم جميعا في فيديو جديد. العادة الخامسة: الامتنان اليومي قبل النوم. فكر في 3 أشياء جميلة حدثت معك خلال اليوم. قد تكون أشياء بسيطة: ابتسامة من شخص غريب، كوب قهوة لذيذ، أو إنجاز صغير في العمل. هذه العادة ستغير نظرتك للحياة تدريجيا. تذكر دائما: التغيير الحقيقي يأتي من الخطوات الصغيرة المستمرة وليس من القفزات الكبيرة المتقطعة. أخبرني في التعليقات:
أي من هذه العادات ستبدأ بتطبيقها غدا. وما هي العادات الإيجابية التي غيرت حياتك؟ إذا أعجبك المحتوى لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. شاركوا الفيديو مع من تعتقدون أنه سيستفيد منه. أراكم في الفيديو القادم. دمتم بخير وسلام.